السلام عليكم حباباتي وخواتاتي وصحاباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة. كما تعرفوني نموت على الوصفات التقليدية، واليوم راح نشارك معكم وصفة البغرير على الطريقة التقليدية بدون مكسور وبدون عجن. ما راحش تتعبوا معنا ارواحنا بزاف في العجين، بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير جدا مضبوطة. وانتي حبيبتي اللي راكي تشوفوا فيا ايه، انتي ضغطي على هذاك الجنب، ما تكونيش مشحاحه. هيا ضغطي على هذاك الجنب، تبعي معايا الفيديو للاخر باش ديري بغرير. الله الله. بالصلاة على نبينا بدينا بسم الله. اذا نحتاجو ربع كيسان تاع السميد اللي يكون متوسط. استعملي اي نوعيه تاع السميد رايحه تنجح معك. نحتاجو في هاد الكميه ملعقه صغيره تاع الدسالة البنات من خميرة الخبز. نزيدو لهم ملعقة صغيرة تاع الدسر ثاني تاع السكر، وملعقة صغيرة تاع الدسر تاع الملح. هاد المقادير مضبوطة جدا. هنا نخلطوا المكونات الجافة مع بعضهم. كما شفتوني حتى خميرة الخبز ما استعملتش بزاف، حنا عندنا ما نستعملوش خميرة الخبز بزاف. وهنا راح نزيدو 3 ملاعق كبار من الزيت العادية. هذا البغرير في الحقيقة تاع ماما، يعني وانا نروح عند ماما رايحه نصوره لكم. بغرير تاع ماما لا يعلى عليه، يعني راح نصوره لكم ورايحه تخدمه لكم هو، وعدتكم ان شاء الله ورايحه نوفو بالوعد نتاعي. هنا البنات نبسس هذاك السميد مع الزيت، ونبدا نضيف الماء اللي يكون دافي، ما يكون سخون ما يكون بارد. هنا في الاول البنات ضفت 2 كيسان معمرين، ورايحه نبدا نلم في العجين تاعي. العجينة لازم تكون طرية مليح مليح، خصوصا للمبتدئات. ننصحكم هنا ديروا العجينة طرية مليح مليح هكذا باش ما يتغرفوا لكمش الغرايف. هنا بعد ما نلموهم البنات مباشرة راح نبداو نعجنوا فيهم. هذا البغرير ما راح يديلكم الوقت، ما راح يتعبكم هكذا البنات. اذا بعد ما لمينا العجينه راح نبدا نعجنوا فيها مباشره. تقريبا راح نعجنوها دقيقه. شوفوا القوام تاع العجينه كيفاه يبان، يعني راهو طري خلاه. وكل ما كان القوام تاع العجينه طري كل ما جاتكم النتيجه مليحه. هنا البنات نعجنوا بسرعه كما راكم تشوفوا في نعجنوا بسرعه باش هكذا ما يتغرفولناش الغرايف هذوك، ونعجنوا مع التقطيع. الغرايف البنات ما يتعجنوش كما المسمن، اللي عجنتوهم كما المسمن ما راحش ينجحوا معكم. نعجنوهم دائما مع التقطيع، ونقطعوا العجينه كما راكم تشوفوا. وكما شفتوني البنات تشوفوا في العجينه راها تلاصق معايا، هذا طبيعي على خاطر العجينه تاعي راها طريه بزاف. من الافضل نستعملوا يدينا في زوج للعجن. يعني هنا ما راني حذفت لكم والو، راح نمد لكم الطريقه بكل التفاصيل. وفي نفس الوقت حاولت يكون الفيديو قصير هكذا باش ما تملوش وما تملوش من الهضره نتاعي. هنا البنات كما شفتوني عجبتني تقريبا 1 دقيقه ولا ما كاملاش، وبديت نضيف الماء الدافي. بالنسبه لكميه الماء كما وعدتكم قلت لكم مقادير مضبوطه جدا. كميه الماء البنات حطيت في الاول في العجين كي بليت العجينه نتاعي حطيت 2 كيسان. وبعد ما كملت العجينه وبديت نحل في البغرير نتاعي ونعجن فيه ونضيف في الماء، دالي 4 كيسان خلاف. يعني الكميه نتاع الماء كامل 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 6 كيسان مضبوطين. وطبعا الكميه تاع الماء حساب النوعيه تاع السميد، قادره ديري زايده شويه على 6 كيسان وقادره ديري ناقص شويه على 6 كيسان. انا السميد اللي عندي هنا يشرب بزاف، على بها ديري 6 كيسان كاملين. ما تقولوليش البنات نهضر بزاف، هنا نهضر باش نشرح وباش توصل المعلومه وباش المبتدئات البنات ينجحوا في الوصفه هكذا. كل ما حطينا كميه تاع الماء نعجنوها ونحاولوا نفتحوا العجين تاعنا مع التقطيع بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها في الفيديو. طريقه سهله جدا البنات، وهاد الوصفه شاركتها معكم في عده مرات. هي الوصفه هذه ناجحه بزاف البنات، ويجيكم بغرير تاعكم من اروع ما يكون. وللصراحه وللامانه انا البغرير تاع المكسور ما نحبوش وما يعجبنيش، والبغرير اللي يكون فيه الفرينه ماهوش بغرير. على بها البنات يعني من الاحسن نديرو دائما، نحاول نشوف لكم طرق تقليديه ونحاول في نفس الوقت
نخفف لكم من العجن ومن التعب تاع الطريقه، على خاطر الطريقه التقليديه نتاع زمان كانوا يعجنوا بزاف البغرير، يعجنوه يعني يديروا العجينه نتاعهم يابسه بزاف ويبداو يعجنوا فيها ويدخلوا في الماء بشويه ويعجنوا حتى يكملوا العمل تاعهم للنهايه. وهذه الطريقه خصوصا المبتدئات اللي مولفينش يديروا البغرير ما راحش ينجح معاهم غالبا، على خاطر لو كان نعجنوا بزاف رايح كما نقولوا يتغرف معانا هذاك البغرير ويوليكم كما يوليكم الاستيكي وما يتفتحش من بعضها. على بها جبت لكم هذه الطريقه اللي ديرها ماما، دائما ديرها ودائما البغرير نتاعها الناس كامل تشكروا. حاولت نشاركها معاكم، دائما نشاركها معاكم في الوصفات تاعي تاع البغرير. شوفوا البنات بعد ما حطيت الكميه تاعي نتاع الماء، هاو البغرير تاعي كيف تفتح معايا ولا سائل يعني، والعجينه نتاعنا لو كانت تمسوها تلقاوها باللي متجانسه مع بعضها وما دارليش معانا هذاك العجينه المطاطيه. وهنا نقولوا باللي البغرير راهو ناجح 100%، يعني تقريبا العمليه نتاع العجن كامل دات لي من با 4 دقائق. هنا البنات ضفت الكميه نتاعي كامل تاع الماء، هاي لكم هذه هي الكميه الاخيره تاع الماء. والماء دائما دافي يا البنات، نوصيكم الماء لازم يكون دافي. وبالنسبه لكميه الخميره تاع الخبز شفتوني ما حطيتش بزاف، احنا ما نحطوش في البغرير خميره الخبز، خاطر لو كان نحطوا فيها خميره الخبز بزاف راح تجيكم هذيك النكهه نتاع الخميره وما راح يجيكم الذوق نتاعو مليح. هنا البنات كي تخلصوا خلاص الماء تحسوا باللي الخليط نتاعكم ولا سائل، يكون كيما الحليب الرايب هذاك اللي يكون شويه سائل، ما يكونش كيما الحليب خلاص طلق روحو خلاص وما يكونش شاد روحو. على خاطر شوفوا هاي لكم القوام تاعو، يعني يكون سائل وما يكونش سائل بزاف. هاوي لكم رايحين نحطوه في بول ولا نحطوه في كاسرونه ولا نحطوه المهم في حاجه تهزو مليح وتكون كبيره، ونخلوها البنات يرتاح اقل حاجه ساعتين هكذا. البنات قادرين نديروه في الليل وتخلوه في الثلاجه حتى لتاني نهار طيبوه، كل ما ارتاح لنا مليح كل ما عطانا نتيجه هائله. وقادرين ديروه الصباح وتخلوه مثلا العشيه طيبوه، وقادرين اذا كنتم مزروبين ديروه ساعتين وتحطوه. نغطوه بابي فيلم ونخلوه بجهه البنات. وهنا بعد ما ارتاح لي تشوفوا باللي الخميره تاعكم اختمرت يعني تفاعلت مع البغرير. وهنا زدت كميه تاع البيض. بالنسبه للكميه تاع البيض في هذه الكميه تزيدوا من 2 بيضات حتى ل4 بيضات كل واحد باش يحب. تقدروا تزيدوا بيضه واحده وكما تقدروا تستغناو على البيض تماما. البيض راح يعطيكم فرق في البغرير، راح يجيكم بغرير ما شاء الله. وكما على بالكم بالنسبه للبغرير الجيجلي ما يحطوش فيه خميره الخبز نهائيا، ويكثروا له البيض ويكثروا له الزيت. نوعدكم ان شاء الله في يوم من الايام راح اشارك معكم البغرير الجيجلي على الطريقه الاصليه. هنا البنات بعد ما حطيت هذاك البيض خلطتهم مع بعضهم. الا شفتوا باللي القوام تاعكم ثقيل بزاف تقدروا بعد ما تحطوا تقدروا تزيدوا شويه تاع الماء الدافي. الا شفتوه باللي سوا انا شفتو سوا يعني ما تقلش بزاف ما زدتلوش الماء. هنا البنات نسخنوا الطاجين. انا ديما نطيب البغرير على الطاجين تاع الطين كما تقدروا تطيبوه على الطاجين تاع الحديد بالنسبه اللي ما عندهاش طاجين تاع الطين، لكن من الاحسن البغرير يطيب على الطاجين تاع الطين. هنا نحطو نمسحو دايما نجيبو كتانه نحطو لها شويه تاع الزيت نمسحو بها الطويجن تاعنا الله سيرتو في الاول حتى يولي ما يلصقليش العجينه تاعي. وشوفوا كيفاه جا ما شاء الله كما الشهده من اروع ما يكون. الا حبيتي تنجحي في الوصفه وتحمري بها وجهك ديري هاد الوصفه اللي عطيتها لك اليوم هكذا. لازمك ديري هاد الوصفه جربيها حالا وانا متاكده بلي رايحه تنجحي فيها ورايحه تحمري بها وجهك. شوفوا البنات واحد البنه في هاد البغرير ما تصوروش شحال بنين بزاف. لازمك تجربيه، يعني لازمك تجربيه ما عندك حتى هضره.
شوفوا كيفاه يطيب ما شاء الله. هاي لكم البنات بعد ما طيبته كامل حطيت له شويه تاع الزبده وشويه تاع العسل. والله الله، شوفي شوفي لي هذيك البنه، ديري لي هذاك الجام. الى اللقاء.